تعالى اقول لك تاكل فين احلى دونر في اسكندريه. اللحمه دايبه يا جماعه. المكان اسمه بابا كارلوس، موجود في شارع الاقبال قبل الابواب. بس قبل ما نجربه تعالوا نتعرف على الشيف الجميل صاحب المكان ونسمع منه ايه هو الدونر. اولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معاكم ممدوح حمدي النجار من لوران البحر اسكندريه، عروس البحر الابيض المتوسط. دونر كباب ده انا جايبه معايا من دوزلدورف من المانيا، يكاد يكون السندوتش الشعبي الاول في المانيا، ودلوقتي بقى في اوروبا كلها. بلد المنشأ تركيا. هنجرب الدونر بقى هنا. انا اول مره اجرب الدونر بصراحه، هيعجبني ولا ايه؟ بسم الله. ايه الدونر بالظبط يعني؟ الدونر ده بياخدوا كباب البتيلو، وده طبعا خالي من الدهون خالص، فلازم يتحط له حاجه تطريه شويه، فبياخدوا برده الكباب بس بتاع الغنم، بيخلطوا الاثنين مع بعض وبيتربط كل ده ببطاطس بريه، وبعد كده بيتصب الخليط ده ببهارات معينه، وبعد كده بيتسوى على السيراميك زي الشاورما كده، وليه سكينه معينه عشان اضمن ان التخانه اللي هتنزل بتاعت كل الجوانب واحده عشان ما اخشش على الحته النيه. بيكمل بقيه سوايه على الجريل، وبعد كده بياخد صوص الكنوفلو. الصوص ده شبه الرانش ولا ده ايه؟ صوص الكنوفلوك ده اللي هو الصوص الهولندي اللي بينزل مع الدونر. ايه الكنوفلوك ده؟ كريمه، مايونيز، لبن، بقدونس مجفف، ثوم، سكر، ملح، كزبره. احنا كمان بنضيف له الزبادي. اول حاجه اللحمه بتدوب، تتبيلتها حلوه جدا. فكره ان السندوتش بسيط خالص، هو عيش وجواه لحمه والصوص اللي فيه، مش اكتر من كده. شكلك فاهم يا نص. اللحمه دايبه يا جماعه، بس اللي فعلا ما جربوش لازم يجي يجربه هنا في بابا كارلوس. خطير خطير، دي كلمه قليله عليه. هو الصوص ده بس عليه حته اللحمه بتدوب. انا انبسطت جدا جدا بالتجربه. تعالوا يا جماعه جربوا، يعني شيف ممدوح والرجاله برضه قاموا بالواجب والزياده. واجب احنا هنا عيله يا جماعه. طبعا. انا موجود، انا مش موجود، هم موجودين طبعا. وهم احسن مني كمان. مستني كل حبايبك عايزين تجربه، تعالوا تدوقوا الدونر. عجبكم كملوا معانا، ما عجبكوش انصحونا، ما تبخلوش علينا بالتجربه. تعالوا يا جماعه هنا، يعني جربوا المكان هتنبسطوا جدا جدا جدا.